بالجميع. في هذا الفيديو نقدم حلا لهذه المسألة. إذا لدينا في المعطيات أن مجموعة تتكون من 6 رجال. إذا قمنا بجمع أعمار 5 رجال منهم في كل مرة، نجد المجموع يساوي في المرة الأولى من 5 رجال من أصل 6 172، المرة الثانية 188، المرة الثالثة 175 إلى آخر مرة وهي 182. والسؤال المطروح هو أن نجد عمر أكبر رجل في هذه المجموعة. إذا تغير في هذه المسألة هو أعمار الرجال. إذا لتكن A و B و C و D و F أعمار هؤلاء الرجال ال6. إذا لدينا المجموع الأول، لو افترضنا أن مثلا A زائد B زائد C زائد D زائد O يساوي 172. المجموع الثاني هو 188. مكان هذه ال مثلا نضع F. إذا A زائد B زائد C زائد D زائد F يساوي 188. إلى المجموع الآخر هو B زائد C زائد D زائد O زائد F يساوي 182. ولمعرفة مجموع أعمار الرجال 6، لأن لدينا هنا في كل مرة فقط 5، لمعرفة أعمار هؤلاء الرجال 6 نقوم بجمع هذه المعادلات رقم 1 و 2 3 4 5 6. نجد أن مثلا رقم A يتكرر 5 مرات، و B نفس الشيء 5 مرات، و C نفس الشيء. إذا يساوي هذا المجموع هو 1075، يعني أن مجموع أعمار الرجال 6 هو إذا يساوي 215. والآن يمكننا إيجاد مثلا إن أردنا عمر الرجل الأول A، يمكننا فقط كتابة هي 215 ناقص هذا التعبير ناقص B زائد C زائد D زائد O زائد F هي 182. إذا عمر الرجل الأول هو 215 ناقص B زائد C زائد D زائد O زائد F هي 182. إذا عمر الرجل الأول هو 33 عاما. بالنسبة إن أردنا B نفس الشيء، B تساوي 215 ناقص، إذن هي 215 ناقص هذا التعبير هو 174. إذا عمر الرجل الثاني هو 41 عاما. نفس الشيء بالنسبة للسي. إذا C تساوي 215 ناقص A زائد B زائد D زائد O زائد F هي 184 تساوي 31 عاما. إذا بنفس الطريقة نجد D تساوي 40 سنة، والرجل E يساوي، أو بالنسبة للرجل الخامس عمره هو 27 سنة، والرجل السادس عمره 43 سنة. إذا أعمار الرجال 6 هي على التوالي هذه الأعمار، وبالتالي عمر أكبر رجل هنا هو 43 سنة. إذا عمر أكبر رجل في هذه المجموعة هو 43 عاما. شكرا لكم، أتمنى أن تكونوا استفدتم قليلا من هذا الفيديو.